ده من اكتر الحاجات اللي لما كنت بغيرها او بدات اعرف استخدمها اكتر في الصور بتاعتي، لان في الاول كنت فوتوجرافر فبعدل على الصور اكتر. كان صحابي دايما يحسوا ان انا خارق كده او ساحر، غيرت الصوره ازاي بالطريقه دي. الصوره كانت بشكل وبقت بشكل تاني خالص، وانت ما غيرتش غير سلايدر واحد وانت لسه ما عملتش اي اديت حرفيا. والسلايدر دوت عباره عن الوايت بالانس، ان انت تعرف تظبط الوايت بالانس دي قصه تاني يعني. بعيدا لو انت فيلم ميكر او كده فانت عارف ان دي اهم حاجه في الشوت بتاعك. لو مفيش سكين تون مظبوطه مثلا، او الانفايرمنت بتاعت المكان مش مظبوط، الاضاءه بتاعتها وما كانتش مظبوطه مثلا ما بين سيت اب والتاني، وكانت عماله تغير او تشيفت كده مثلا، زي الحاجات الكتير قوي اللي بتقابلها في الناس اللي لسه بتبدا في التصوير، ما بيعملوش لوك للوايت بالانس بعد ما يظبطوه. طبعا بتبقى واضحه قوي ان الفيديو ده فيه مشكله، السكين تون عماله تتغير، اضاءه المكان عماله تتغير وعماله تشيفت كده معاك. لا ده حتى التنت بيتغير لان الكاميرا مش فاهمه المفروض تظبط الموضوع ازاي. وعادي جدا في الموبايلات دلوقتي لو استخدمت برنامج زي بلاك ماجيك او اي حاجه برو، وهنعمل فيديو مخصوص عن الموبايلات، فانت تقدر تثبت الوايت بالانس بتاعك وتبدا تاخد فيديوهات بروفيشنال.